كتاب لم أعد من جنس البشر، كتاب من الأدب الياباني القديم للكاتب أوساما دازاي ومن ترجمتي أني زينب علي عبد الرزاق. الكتاب يقدم على شكل 3 مذكرات يكتبها البطل يوزو اللي يعاني من اغتراب نفسي حاد وانفصال تام عن البشرية، رغم تمثيله بدور المهرج والمضحك دائما لعائلته وأصدقائه واللي حواليه، والشخص اللي نهائيا ما يقدر يقول لا، لكن شعور العزلة أبدا ما يفارقه. يعتقد الكتاب أنه هو شبه سيرة ذاتية للكاتب نفسه اللي كان يعاني من اضطراب واكتئاب، واللي انتحر فعلا بعد فترة قليلة من نشر الرواية. هذا الكتاب اللي عنوانه التوحد، الامتحان الطويل، للمؤلف الباحث راعد سعدون عبد الله، وهو رجل مختص في هذا المجال، وأيضا اهتم بهذا المرض لأن لديه طفلين يعانون من هذا المرض. الكتاب الثاني مجموعة قصصية للدكتورة أمل الخالدي. هذه مجموعة قصص كتبتها في أوقات مختلفة وتتناول الأوضاع الاجتماعية في المجتمع العراقي. مؤخرا صدر عن دار آشور بانيبال للكتاب هذا الكتاب المعضلة الكويرانية. طبعا هو مختصر المعضلة المياه الإقليمية بين العراق والكويت وإيران، لذلك مختصر الكويت وإيران هو صار الكويرانية. ممكن هذا المصطلح غريب بعض الشيء، بس حبيت أوضحه. هذا الكتاب اللي هو بحدود 600 صفحة يتناول مشكلة المياه الإقليمية بالعراق مع دول الجوار، وخصوصا موضوع خور عبد الله وميناء الفاو الكبير إلى آخره. مقدمات تاريخية، وثائق تنشر لأول مرة، معلومات جدا خطيرة تفيد كل عراقي قارئ مهتم بهذا الشيء.